شيء عجيب. والله كان أكبر المحسنين في زمانه والدي المقدس. هو حتى الفلوس القليلة اللي كان عنده لأن يشترون خبز لنا، ما كان لنا شيء. المولى أعطى كله بس خبز. اجي والله واحد باسم ملا قنبر قال مولاي زوجتي في حالة توليد إيلاد، ما عندي شيء. ووالدي اجي عند والدتي الوالدة، كان هذا القرانين اللي لأجلنا حتى لما نرجع من المدرسة يشترون خبز ناكل. قال أعطني هذا القرانين اللي عندك. قال خب هذا لأولادي. قال عندنا واحد هو أحوج منا، لأن نحن الحمد لله ماكو أحد في حالة الإيلاد. هو عند زوجته في حالة الإيلاد. المولى أنا أبدا لا أنسى هذا الكلام، لا أنسى. هذا يعني حقيقة إخواني الأعزاء، هذا امتحانات، اختبارات، أشياء عجيبة، نقط حساسة في الحياة. الجنة والنار بهذه النقط. قال والدي رضوان الله عليه لما أعطتني هذا القرانين اللي كان مخزون لأن يشترون خبز لنا، شفت جات تبكي. الوالد يقول شفت أمك جات تبكي. قلت ليش تبكي لهذا القرانين؟ الله كريم. قال لا، ما أبكي لهذا القرانين. كلام عجيب. قال أنا أبكي لأن هذين اليدين، يد الإحسان، ليش متزاجق؟ أنت يديك الإحسان، ليش متزاجق؟ ليش ما يجيك شيء تعطي للفقراء؟ هذا كان شعور والدتي بأن بكاها ليس لأجل أولادها وليس لأجل قلة بس لأن يدي والدي المقدس اللي كان يداه كلتا يديه غياث أما نفعهما. فالله كان للعموم، للعدو، للمحب. أعطوا في بعض البلاد أحسنت، في بعض البلاد كانوا بعض خاسرين في الدنيا والآخرة. أعطوا لواحد ما عنده فلوس، قال خذ هذا الفلوس. وفي أذن المولى سب المولى، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولقد أمر على اللئيم يسبني. إنا لله وإنا عليه راجعون. أمير المؤمنين والسب، ما أدري ليش بقى هذا العالم كذلك. قال في أذنه لازم تسبي. لما سبيت قال أخذ بيدي قال أخي ولدي كأنك محتاج، أنا أعطيك فلوس وإن شاء الله ترتفع احتياجك. هو قبل يد المولى بدال أن يظلمه. كان هناك أطرافه أناس يفتون بأنفسهم لو يشير يقطعون إربا، أما صبر بالأخلاق بالعلم. قال ابني كأنك محتاج، أنا أعطيك إن شاء الله، الله يتفضل عليك.
فهو يعني وقع على يدي المولى رجليه، قال مولاي أعطوني فلوس حتى أنا ما أعرف أنت الكريم، ما أعرف أخلاقك، أنت نور. هذا الطريق، طريق مشايخنا رضوان الله عليه، بل طريقنا كلنا العفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض